بأية لغة نرد على البككة؟ تواصل وسائل إعلام البككة مهنتها اللا قيمة واللا أخلاقية وممارساتها المبنية على الأكاذيب والافتراءات بلا توقف. فوفق هذا الإعلام أنه لا توجد في كردستان أي حركة أو تنظيمات أحق وأخلص منها، بل إن كل تنظيم أو حزب أو حركة عداها أو أي شخصية تدعم هذه الأحزاب عملاء وجواسيس باعوا أنفسهم. ووفق فكر هذه التنظيمات أنها لو لم تكن موجودة لما كان هناك شيء باسم الكرد والكردية على وجه الأرض، وأن مقاتليها وحدهم هم أبطال وأساطير، وأن أي قوى مسلحة سواها هي مرتزقة وخونة عميلة. أليس هناك ما يثني البككة من هذا التكبر؟ تتباهى البككة كثيرا بهذه الأشياء وتعلنها على الملأ وتعبر عنها بكل صلافة ووقاحة، بحيث يتحير الإنسان ويشكك في وجود ما يثني هذه التنظيمات ويرجعها إلى الصواب. فلا نقد ولا إرشاد ولا رفقة تستطيع إبعاد البككة عن هذا التكبر والعناد والتعجرف، ومهما فعلتم فلن تستطيعوا إيجاد حل لهذه المعضلة، كون هذه التنظيمات قد تأسست على يد القوى الغاصبة من أجل الدمار والخراب والقضاء على المنجزات والمكتسبات فقط. فمن مد يد الصداقة والمصاحبة للبككة شعر بفقدان لهذه اليد بعد فترة قصيرة. وخير مثال بهذا الصدد هو الاتحاد الوطني الكردستاني، فإحدى الأسباب الرئيسية لاندثار الحزب وضياعه والخلافات والانشقاقات التي عصفت به اليوم وتنازلاته للبككة منذ 2013 ما تماخض عنه توغل البككة داخل بيت الاتحاد والاستيلاء عليه. فالبككة بعيدة كل البعد عن تراث وثقافة الكردية، فهي تنظيمات مبنية على الأسس والمعايير الأخلاقية لليساريين الكماليين الأتراك. مهما بلغ درجة القرابة والصداقة بينكم والبككة فهي ستحاول القضاء عليكم وإمحاءكم، أي فلا صداقة ولا تحالف ستردع البككة من القضاء عليكم واستئصالكم، بل ستحاول استقطاع جزء منكم الاستيلاء عليه أو إمحاء جزء منكم والانحلال محله، وبالأخص إذا كانت قد نوت أو خططت لهذا الشيء، فهي ستصنع آلاف الحجج والمبررات لمحاربتكم وقتالكم لو دعت الحاجة أو قضت مصلحتها بذلك. فستبني قاعدة نظرية تقوم على نشر الإشاعات والدعايات ضدكم يوميا، وستخلق أجواء فوضوية مشحونة بالاضطرابات، فلا بد أن تجد مبررا للاعتداء عليكم ومحاربتكم. نعم، قد يكون أعظم الأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب السياسية الكردية أنها كانت تترقب عقد تحالفات وتعهدات مع البككة، وأنها فسرت الخلافات معها وكأنها وقتية، ما جعلت البككة تتقوى بمرور الوقت. فمضمار كيفية قضاء البككة على أي بدائل لها لتقوية ذاتها ووجودها وكيفية محاكاتها للأنظمة المعتدلة المضطهدة، هذا المضمار لم يقيم بالشكل المطلوب في الأجواء السياسية الكردية لغاية الآن، كما لم يحظى بالقدر المطلوب من الكتابات والدراسات من المثقفين الكرد. ففي الحقبة السبعينية والثمانينية للقرن المنصرم اغتالت البككة الكوادر المؤسسين والبارزين للأحزاب والحركات الكردية بكردستان تركيا، ورغم هذا لم تدرك هذه التنظيمات لغاية الآن مدى الضربة القاصمة التي وجهتها إليها البككة. والسبب الرئيسي لتهميش الأحزاب الكردية بكردستان تركيا هو أنها لم تستوعب هذا الجانب المظلم من البككة ولم تلاحظه. نعم، قد لا يصلح استخدام مفهوم القصاص في جميع المجالات، غير أن هناك حقيقة نضالية، وهي ينبغي عليكم أن تحاربوا المرتزقة الأشرار باللغة التي يفهمونها، فلا تستطيعون الجلوس على طاولة المفاوضات مع العصابات المافيوية في إطار المعايير الديمقراطية وبناء العلاقات على مثل هذه الأسس وتطويرها، كما لا تستطيعون الإفصاح لهم عن أخطائهم، بل ينبغي عليكم أن تردوا عليهم بلغة يفهمونها. السبب الرئيسي لعجرفة البككة وبلوغها هذا الحد من العدوان هو أنها لم تخاطب قط باللغة التي تفهمها. فالبككة تهاجم مقدسات كل فرد وتسيء إلى كل شيء بلسانها الصليب، وتناقش حول كل شيء وتحتقر كل شيء، كما وتنعت كل شيء بالخيانة. ولم نجد أي ردود أمام هذا الكم الهائل من الحقارة وسلاطة اللسان والممارسات اللا أخلاقية للبككة سوى أصواتا ضئيلة قليلة تعد بأصابع اليد، وهذا ما يسمى في المجال السياسي بالكفاح من أجل البقاء، أي نفس مستوى الرد. وهذا ليس بثأر قروي، بل هو مفهوم دولي دبلوماسي. باختصار، عموم جرائم البككة وعمليات القتل والاغتيال والتصفية التي مارستها والتي لم ترد بالمثل جعلتها لا تنفك تنتهج مسيرتها الإجرامية كالطفل العاقل الذي لا تنفع معه عدا صفعة تأديبية. وهنا سنأتي بمثال. منذ أيام
وماكينات البكك الإعلامية أجبرت عوائل وذوي وأقارب بعض عناصر بيشمركة روش على ترديد عبارات تعالوا واستسلموا، وتظهرهم على شاشات التلفاز على مدى 24 ساعة. ولأية أسباب كانت أو مهما كانت مطالب هؤلاء فلا نريد الخوض فيها، فليست مهمة، بل المهم هنا هو أن قوات بيشمركة روش الوطنية المخلصة ألم تضحي بمئات الشهداء في السواتر الأمامية للدفاع عن أرض كردستان أمام داعش والحشد الشعبي؟ ألم تصدر أسمى البطولات في الذود عن تربة كردستان لكي تأتي البكك اليوم وتخون هذه الكوكبة الوطنية من أبناء وبنات كردستان سوريا فقط من أجل التغطية على عودتها لحضن النظام الأسدي والتستر على اتفاقياتها مع دمشق؟ فالبكك تقلد أساليب وسياسات الدولة التركية، غير أن هناك عشرات حالات الانشقاقات اليومية من صفوفها، ولكن رغم هذا لم تتحدث فضائيات إقليم كردستان عنها ولم تظهر أحدا على شاشاتها. خلال السنوات الثلاث الأخيرة فرار ما يقارب من 60 امرأة حامل من صفوف البكك. سنأتي بهذا كمثال لا أكثر، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة فرت ما يقارب من 60 امرأة حامل من صفوف البكك، ولجأنا للقوات الأمنية في حكومة إقليم كردستان. في الوقت نفسه فالمعتقلون بسجون ومعتقلات كردستان سوريا تذوقوا شتى صنوف التعذيب في السجون الانفرادية وسلموا أنفسهم لقوات البيشمركة لدى هروبهم من هذا الجحيم. رغم كل هذا لم يظهر هؤلاء يوما على شاشات التلفاز أو أجريت معهم مقابلات أمام عدسات الكاميرا، علاوة على توجه العشرات من العوائل التي اختطفت أطفالهم لقنديل أو غارة وتعرضها لأسوأ التصرفات وأشرس هجمات وإساءات البكك. فحاولت هذه العوائل عقد لقاءات مع فضائيات للاطلاع على أوضاعهم المزرية وإيصال صوتهم للرأي العام، غير أن حكومة إقليم كردستان حاولت الحلول دون هذه المحاولات لئلا تتعاظم المشاكل الداخلية أكثر فأكثر. لا صحبة أو صداقة مع المرتزقة. لو تحدثت تلك النسوة التي هربن من جحيم جميل بايك ومراد قريلان فمن المؤكد أن حديثهن سيكون أشد تأثيرا وأكثر التفاتا من كلام من يقول لا تنضم لقوات بيشمركة روش، سواء من الناحية الأخلاقية أو الجانب الإعلامي والصحفي، غير أنه لم يمارس أحد شيئا كهذا تجاه البكك. ولهذا صعدت البكك من هجماتها اللا أخلاقية على المقدسات والقيم الكردستانية يوما بعد يوم. فكما قلنا لا صحبة أو صداقة مع المرتزقة، بل ينبغي الرد على المرتزقة باللغة التي يفهمونها.